سكينة. وحشة سكينة. بنت غم. خلاص خش على الأبلة مروة، زميلتك في المدرسة كانت بتجيب لك السندوتشات. انت جيت قلت لي الكلام ده قبل كده. وحشة مروة، ها؟ بخيلة. خلاص انتهت ولقيناها. ولا صبري البت الموزة اللي عندك في المكتب. ما تلم نفسك يا جدع انت. الله، اشمعنى دي يعني؟ واشمعنى مش دي لا مؤاخذة يعني؟ البت فرد كده وفرعة تبقى حلوة جنب أخوك فريد. يا عم انت مالك بيها؟ الله، حد قال لك انها عاوزه تتجوز؟ ابن اللذينة، شكلك كده حاطط عينك عليها. ما كفايه يا عم منعم. ايه يا عم، ما تهدى شويه وتسكت وترحمنا بقى. ايه، من ساعه ما جيت وانت بولولوم 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 مدفع رشاش. اهدى يا عم منعم اهدى. وبعدين حد قال لك ان انا يعني لما هتخبط في دماغي واحب اتجوز مش هلاقي غير سعادتك اللي تدور لي على عروسه؟ يا اخي ماله سعادتك يا اخي؟ ايه ما ينفعش؟ لا يا اخويا، ما تنفعش. ما تنفعش يا استاذ عبد المنعم، لان اللي انت بتدور عليها اكيد هتكون غير اللي انا بفكر فيها خالص. يا سيد عبد المنعم، انا راجل ليا ظروف معينة، وعشان كده بدور على واحدة بمقاييس معينة، بأحاسيس معينة، وتكون بتفكر في الدنيا بشكل معين، مش طول وعرض ووسط وإيد ورجل. ما ترحمنا بقى شويه يا عم، المقاييس بقى بالمقاييس بتاعتك دي. عيش الحياه زي اي راجل ودور على عروسه تتجوزها. أهو ده الفرق اللي بيني وبينك يا عبد المنعم، الاحتواء يا سيد عبد المنعم. الاحتواء ده بقى سيد فريد اللي وداك في 60 داهيه. واضح برضو ان الاحتواء هو اللي هيوديك في ال60 التانيين. بقول لك يا دعكاك انت، واضح ان انت بتتكلم في مواضيع مالكش دعوه بيها نهائي. سيبه يا صبري، سيبه يرص زي ما هو عايز. ايه يا عم الحاج انت هو في ايه؟ انا بتكلم لمصلحته. انا نفسي اشوفه اسعد انسان في الدنيا، على الاقل يعوض الكام سنه اللي ضاعوا من عمره. يا عم الحاج ده كان متجوز وكانه مش متجوز. على فكرة يا عم منعم، أنا عمري ما كنت محروم من أي حاجة. كل ما في الأمر إن أنا كنت بحلم بحاجة مهمة وما عرفتش أكملها. يمكن كنت طمعان، يمكن كنت غلطان. بالعكس يا فريد، طول عمرك احلامك مشروع، واي حد يتمنى يحققها، حتى انا. اتلم المتعوس على خيب الرجا. تصدق انت واد قليل الادب. سيبه يا صبري سيبه. هقول لك إيه بس، ما هي قالتها لك قبل كده، اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. مش عيب يا عبد المنعم إن إحنا نحلم بعيلة أساسها الود والحب والرحمة. صحيح بنحقق جزء ونخسر جزء، لكن أهو في النهاية أدينا بنحقق حاجة. والنتيجه يا اخويا، النتيجه ايه؟ ادينا بندور لك على عروسه ومش لاقيين. يبقى الغلط مش غلطي، الغلط في اللي أنا حاولت أحقق معاها الحلم ده. هي نفس النتيجه. تصدق يا انا اللي غلطان؟ انا اللي غلطان ان خليتك تشترك في جوازه مع الكبار. قوم يلا، قوم بينا نروح، خلي الراجل يرتاح. يلا. لا لا لا، هتروحوا تروحوا فين؟ أنا مش متضايق يا صبري، أنا مش متضايق، بالعكس. ما أصل انتوا الاتنين عاملين زي ضميري، عاملين زي صوتي اللي أنا بكلم نفسي بيه. يعني شايف عبد المنعم والكلام اللي زي الدبش اللي عمال يحدفه من بقه، على قلبي أنا زي العسل. عارف ليه؟ عشان أنا كتير قوي ببقى عايز أقول لنفسي نفس الكلام، وساعات بقدر وساعات ما بقدرش. يا فريد انت زعلت مني بجد ولا ايه؟ يا عم ما قلت لك أنا مش ناوي أزعل منك. يا عم يلا بينا، مش عاوز حاجه قبل ما نمشي؟ لا، هتمشوا فين؟ ما قلت لك خليكوا قاعدين. الله، انتوا هتمشوا وتسيبوني لوحدي؟ ما احنا كده كده حتى لو سهرنا معاك في الاخر هنمشي، يعني برضه هتفضل لوحدك. يا بني ادم حس على دمك شويه، حس. لو على نومة المخده مفيش مشكله، انما المشكله بقى لغايه ما اوصل للمخده. قلت ايه؟ مش تعال كده بقى يا عم منعم وتهدى شويه. بقول لك ايه، تلعب 10 طن على العشاء؟ يا ابو بطن حمضه، مفيش فايده فيك. سيبه، العشاء كده كده هتتعشى. ايه رايك تلعب واللي يتغلب هو اللي يعمل الشاي؟ ماشي موافق. بس من غير دوشه عشان ما نزعجش البت الصغيره وتصحى. ماشي.